انا عايز اقول كلمه في حاله لو انتقل امام عاشور بعد ما شتم العظيم صالح سليم. مالكش دعوه، مالكش دعوه. منتظر بعد مباراه القمه الاعلان الرسمي عن انتقال امام عاشور. عاشور 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 عاشور. فانا عايز اقول لقيم ومبادئ، انا مش زعلان منكم، انا زعلان عليكم. ايه المسخ ده؟ صالح سليم العظيم لن نقبل اهانته. انت مالك انت يا اخي؟ اما انك سئيل. صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه. لا عايزينه، اطلع انت من الاهلي يروح يفاوض امام عاشور عشان يغيظ مرتضى منصور او يغيظ الزملكاويه. ملناش دعوه. مع ان امام عاشور ده اتشتم، يعني امام عاشور ده شتم رموز الاهلي كلهم. امام عاشور شتم النادي بتاعكم اكتر من مره، والخطيب عايز يتعاقد معاه، ده يرضيك؟ يرضيني. هو حضرتك تبعه؟ تبعه. مش عاجبك؟ تقعد ونعمل عقد جديد بمقابل محترم. لا وانت قلت لي من شويه انك زملكاوي باين. اكيد طبعا. زملكاوي طبعا العيله كلها ريس. هم خايفين ترجع من المكان ده على النادي المنافس. ما تخافش. ان شاء الله يا ريس، حتى لو فكرت ان انا ارجع مصر تاني باذن الله، انا طبعا مش هرجع لبيتي تاني اللي انا شفت فيه كل حاجه حلوه. انا عمري خذلتك قبل كده. ده انت في جملتين خازلني 3 مرات. طبعا يعني انا يعني مش عايز اسيب اخواتي. طبعا انا بعتبرهم اخواتي الكبار، انا اتعلمت منهم حاجات. انا تلعب بيا ده كله، انا ياض تمشي بيا وتسرح بيا كده وتنيمني هنا، انا ياض